السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم النهارده في فيديو جديد. قبل اي حاجة نصلي مع بعض على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جايلكم النهارده بقى برتون خفيف كده، يا رب يعجبكم. اول حاجة زي ما انتم شفتوا المنظر الاول، الترابيزة كانت متبهدلة برضو، والبوتاجاز كان وسخ برضو. المهم قلت بقى الم الحاجة يعني اللي ملهاش لازمة بقى احطها في الحوض، اللي هي الوعي الوسخة والكلام ده. فالمهم لما كله بقى حطيته في قلب الحوض عشان ابقى ايه اخلص هنا بقى ومداخله هنا ان شاء الله. المهم برضو قلت اول حاجه برضو اغسل البوتاجاز، لان هو طبعا اول حاجه لازم في المطبخ كله ان هو يتنضف هو البوتاجاز طبعا. مسكت البوتاجاز برضو اخليه زي الفل. والله البوتاجاز بتاعي ده كله يعتبر بايظ، بس احنا بنقضي فيه الغرض لما ان شاء الله يبقى يجيب واحد. فكتر خيره برضو، بقاله 13 سنه اهو، فكتر خيره. فهو بقى فقلت اغسله برضك معاكم دلوقتي، خليه زي الفل برضك قبل اي حاجه، عشان اما اجي اولع الاكل ولا كده يبقى انا جاي لنفسي ان انا اقف على البوتاجاز اطبخ يعني وكده. خليته زي ما انتم شايفين كده، غسلته برضك. ومسكت برضك الرخامه الترابيزه يعني اللي جنب دي، مش رخامه دي ترابيزه، بس انا بتلبخ على طول بقى رخامه، بس هي دي ترابيزه وانا حاطه لها دي عشان حاطه لها يعني لازق زي ما انتم شايفين، عشان تبان لي شكل الرخامه وكده يعني. بس حلوه برضك لما اكون مثلا بطبخ ولا حاجه، بسند عليها الاكل مش عارفه ايه كده يعني، نفعاني في كل حاجه. كده وريت لكم بقى بعد ما انا خلصت. وبرضه قلت اولع برضه الغساله، كان عندي شويه هدوم وعايزه اغسل برضه الشنط بتاع المدارس بتاع الاولاد. زي ما انتم شفتوا امبارح انا مورياكم في المشتريات، قلت لكم ان انا ما جبتش شنط مدارس، لان الشنط لقيتها غاليه جدا. فقمت انا بصراحه كان عندهم بتوع السنه اللي فاتت، قمت مولع عليهم الغساله. قلت يعني هغسلهم هيبقوا نضافوا زي العسل يعني، وما فيش حاجه فيهم مقطوعه. وقلت هيقضوا السنه دي كده كده. سلمى راح السنه الجايه الاعدادي، فهتعوز شنطه جديده بقى مع لبس جديد وكده، فمرضتش ان انا اجيب لها السنه دي. ومحمد برضو شنطته لسه جديده، فقلت بقى تقضي بس يودي بهم يعني السنه دي او نص الترم على الاقل، بس نقضي بس نعدي الزنقه الاولانيه بتاع دخول المدرسه وكده. المشترك ده انا بعمله كده لان الغسالة زي ما انتم شايفين بعيد عن الفيشه، فابراهيم عامل لي مشترك كده. والخرطوم برضو اللي ورا ده عملوا له برضو من حنفيه في الحمام ان هو يوصل للغساله برضو، لان زي ما انتم شايفين الغساله ما ينفعش تخش جوه الحمام عشان الحمام صغير. فانا حطها كده قدام باب الحمام، وبين الرخامه وبعضها يعني، الرخامه والباب، فحطها في الحته دي يعني. كده بقى نقيت الهدوم اللي هي الفاتحه كلها وحطيتها الاول زي ما انتم شايفين كده. واللي هي اللون البرتقانيه دي فوطه، انا بحب الفوطه اغسلها في الاول برضو مع الهدوم الفاتحه. كده بقى دي كل الوعي اللي كنت انا حطاها برضو. الوعي دي بقى من من وعي الفطار، مثلا على وعي بالليل، فكده يعني. والله لازم انا بنام والمطبخ ما فيه وعي، واقوم الاقي الدنيا كلها وعي زي ما انتم شايفين. سلمى بقى بتشتغل طول الليل، تقعد تعمل فشار، لا تعمل فنكوش، لا جايبه اندومه مخبيه واستنى لما احنا ننام. هي ما بتنامش خالص، هي بتفضل يمكن الساعه 3 قاعده قدام الشاشه، لان التليفون بتاعها محروق، ما معاش تليفونات، بتقعد بقى قدام الشاشه طول ما هي قاعده بقى شغال. لا تعمل فته وتاكل، المهم فته بشاي يعني وعيش. المهم هي عايزه طول الليل تقعد تخربط وخلاص. اما انا اقوم الصبح لا زي ما انتم شايفين كده الحوض ما شاء الله عليه. كده بقى انت قلت اغسلهم برضك عشان المطبخ يبقى نضيف برضك. دي من كمالة المطبخ، الحوض والبوتاجاز والرخامة دول كمالة المطبخ. يبقى كده خلاص المطبخ بتاعي خلص. شفتوا مطبخي حلو وحدق ازاي؟ كل واحد بقى على قد مطبخه بقى. ربنا يعوض علينا ان شاء الله ويجيب لنا نفرش بقى المطبخ بتاعي بقى نت والحاجة، بس ان شاء الله مع الوقت والله خير. والله العظيم انا راضية بقليلة وحياة ربنا، اللي يجيب ربنا حلو. الحمد لله احنا احسن من غيرنا بكتير ورضا على كل حاجة، ونحمد ربنا على كل حاجة. كده برضو ابراهيم جايب لي السمك ده وهو جاي من الشغل. احنا يعني بنجيب السمك اللي هو الوسط. كده بقى انت قلت اغسله. انا بحب اغسل السمكة رصها سمكة سمكة علشان لو فيها طينة ولا حاجة. كده كده الراس ما بتاكلش، بس بحب ان انا اغسل برضو الراس.
انا عندي حسبة من الاولاد ياكلوا اللي هي اللحمة بس ويرموا البطن بالراس، حسبة تاكل عادي البطن، يعني مش البطن اللي انت بتاكلي كلها، لا النسيرة اللي بتبقى على البطن دي. فكده بقى زي ما انت شفتنا قاعدة قدام الفرن. ده كان سمك بيتنا الاول، قلت احطه يعني هي حسب من اللي الرد عملته الاول. المهم حطيت بتاع بيتنا الاول، وبعد كده بتاعنا هحطه بقى وراه. احنا بنحب السمك ولا لونه محمر ولا لونه ابيض، زي ما انتم شايفين كده بيبقى فيه حتت بيضه كده، احنا بنحبه كده. ممكن في ناس ما بتحبوش كده، بس احنا ما بنعرفش ناكل السمك الا كده، ما بنحبش احنا السمك المحمر خالص ده كده تلاقيه مظبوط. كده يا حبيب قلبي بقى زي ما انتوا شفتوا السمك، قولوا رايكم فيه بقى، تحطوا لايك للسمك. اللي وصل معايا لهنا يقول انا حطيت لايك عشان خاطر السمك. هشوف بقى من كام واحده ولا كام واحد وصل معايا لهنا. كده برضك معانا الدقه بنت دي، بتبقى كمون وكزبره وشطه وليمون وتوم، وكل ده بقى مضروب في الخلاط بملح، ونملحه بقى. كده بقى بعد ما انا نزلت على طول من فوق، كانت الغساله فصلت لان انا سبت الدور شغال وطلعت، فكانت خلص بقى فقلت ايه اطلع بقى اللي في الغساله قبل ما نتغدى يعني. قلت اطلعه عشان يبقى جاهز، يعني ايه احط دور تاني عشان انجز على طول. انا بجري ورا نفسي قبل ما النور يقطع، علشان ايه خاطر النور يعني ايه لو قطع ولا كده. وفعلا النور لحقني في اخر الدورين برضك، قطع عليا بس مش مشكله، هما كلهم كانوا 4 ادوار برضك، بس النور لحقني برضك. وفي شنط العيال انا كبت ميه وحطيت ميه نظيفه عشان شنط العيال تبقى نظيفه، يعني محطوطه في ميه نظيفه وكده. فهي بانت كده، قلت برضك قبل الغدا قمت ايه اطلع الدور ده واحط دور خلافه وانجز برضك وقت معايا بدل ما النور يلحقني وكده. المهم بقى تحطوا اللايك بقى، ما تنسوش اللايك يا حبيب قلبي، اهم حاجه لايك. ريوس يوسف لو جنبك كنت قلت لكم كنت خليته هو يقول لكم حطوا لايك. الوقت يوسف عمال يعيط يقول لك انا عايز اروح المدرسه. طيب انا ذنبي ايه؟ هو لسه سنه ما جاش على المدرسه، اعمل ايه؟ بقول له ما اقدم له في حضانه المدرسه، فهم قالوا لي لا هيبقى كتير عليه، باخد مكتب ودرس وتخاطب، فكتير هيبقى عليه برضو حضانه المدرسه، كل ده مع بعضه هيبقى كتير عليه قوي. فمش عارفه والله اعمل معاه ايه. انا عايزه اقدم له في حضانه المدرسه اللي انا كنت مقدمه لسلمى ولمحمد، فابراهيم مش راضي، بيقول لي لا هيبقى كتير عليه دروس وتخاطب ومكتب وحضانه وكل ده يعني. المهم بقى ده غدانا حبيب قلبي معاكم، غدا على قدنا اهوت. واللي وصل معانا ليه متنسوش يحط لايك. وبعد بقى الغدا الحلو ده كوبايتين شاي محترمين كده ليا ولابو سلمى، وخلاص كنت خلصت المطبخ خالص.